بنك الخرطوم يسحب أرصدة التجار من مدينة نيالا، والتجار يصفون الخطوة بالسرقة. بحسب مصادر في سوق نيالا الواقعة في ولاية جنوب دارفور، قام بنك الخرطوم بسحب أرصدة مليونية من تجار محليين دون إبداء أسباب منطقية أو حتى إجعار بنكي. بعض التجار قالوا أن لا يد لهم فيما يجري من حروب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأنهم يمارسون حياتهم بصورة طبيعية يدور محورها حول التجارة والتعاملات النقدية. مراقبون للشأن السوداني قالوا أن حكومة بورت سودان تهدف إلى السيطرة على حركة الأموال في الولاية التي تقع خارج هيمنتها العسكرية، بينما تتعرض ولاية جنوب دارفور لقصف الطيران الحربي للجيش السوداني بين كل فترة وأخرى. الحركة الشعبية حريصة على تقديم المساعدات للسودانيين كافة. جدد السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال عمار آمون دلدوم حرص الحركة الشعبية على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السودانيين في كافة أنحاء البلاد دون تمييز، وقال إن الإنسانية لا تتجزأ، وأضاف: هذا هو مشروعنا لبناء سودان جديد وبأسس جديدة لوطن يسع الجميع. وتساءل آمون: لما هذا الاهتمام المفاجئ بمناطق محددة وهي نفس المناطق التي رفضت حكومة السودان دخول المساعدات الإنسانية إليها منذ العام 1989 عبر برنامج شريان الحياة؟ ولما الاهتمام الآن؟ وما هي أجندة وفد بورت سودان والذي قصفت قواتهم أطفال مدرسة الهدرة قبل فترة قصيرة الذين تراوحت أعمارهم ما بين 8 إلى 14 سنة؟ الفريق شمس الدين كباشي يصل مالي. وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي